وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أعثرنا عليهم، أي عسر عليهم بعد ما أخذوا أجلهم وماتوا موتة حقيقية. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. يقدر إنهم عسر عليهم بعد ما يعني هم لسه فيهم في الحياة. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. الجماعة اللي عثروا بقى عليهم صح، بمجرد ما عثرهم وقضي عليهم أجلهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. دي مسألة يعني يجب أن يؤرخ بها ويحافظ عليها. يظهر إن اللي قالوا كده وناس على مسحة من الدين. قال لك ده دين يجب أن تبقى مثل شرود في العالم كله علشان يعرفوا قصة هؤلاء ويعلمون أن الذي يقف بجانب عقيدته ويفر بدينه الله سبحانه وتعالى ينصره ويخلد ذكره إلى أن تقوم الساعة. بنوا عليهم بنيان. قال الذين غلبوا على أمرهم، البنيان ما نبنيش بنيان كده مطلق، نعمل مسجد عندهم حتى يسجدوا فيه. وبعدين قال بقى على الاختلافات ابتدأوا بقى الناس يقولوا هم كام. فضول الباحثين بقى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، يعني ما حدش عارف. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. هنا فصل الظنين. ناس قالوا ثلاثة رابعهم وبعدين قالوا خمسة سادسهم كلبهم، بس علق على هذه الحق رجما بالغيب. لكن لما قال له وثامنهم كلب سبعة وثامنهم كلبهم ما جابش رجما يبقى اذا دي اكنها يعني اقرب الى اقرب الى الحق. ومع ذلك سبنتيهم برضه رجما بالغيب. قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل. يبقى في ناس برضه تعلمهم فلا تمار فيهم، يعني ما تجادلش في حاجة علمها لا ينفع وجهلها لا يضر. المهم أن يثبت أصل القصة اللي هو إنهم فتية أشداء في دينهم وفروا، ولم يقدر أهل الكفر والطغيان إنهم يخلوهم يرغموهم وراحوا وربنا عمل لهم الآيات دي ومش عارف كل هذه القصة. بعد ذلك يجي الناس بقى فضول الناس يقول لك القصة دي كانت في أي زمن طب وفي أي مكان، والأشخاص دول عددهم قد وأسمائهم والكلب حتى اسمه طب بالله معرفة هذه تضر في القصة ولا تنفع؟ قال لك خد بالك أن القصص القرآني حين يبهم أبطاله، الله يبهم الأبطال بتوعه خلوهم مبهمين، ده عين البيان لأصل القصة. يبقى الإبهام عايز يدي بيان. لأنه لو قال دول حصلوا في الزمن الفلاني يقول لك ما هو الزمن كان يمكن أن يتأتى فيه كده لأنه كان كذا وكذا وكذا. طب لو قال المكان، قال لك المكان أصل كانت في حرية رأي وكان فيه مش عارف طب والأشخاص يقول لك دول أصلهم ما يتكرروش، فلان وفلان وفلان دول ما يتكرروش يا عمي. فربنا أبهمهم زمانا وأبهمهم مكانا وأبهمهم عددا وأبهمهم شخصيات. ليه؟ ليشيع خبرهم بهذا الوصف في الدنيا، ولا في الزمن ولا مكان ولا أشخاص يتحكم في وقفة للحق، فلتقف للحق في أي زمان. إنما لو حدد زمانهم يبقى بس الزمان ده، لو حدد مكانهم يبقى بس المكان ده، لو حدد عددهم يبقى ضروري العدد ده، لو حدد اشخاص يقول لك دول اشخاص ما يتكرروش. فابهم الله الفتيه وابهم الله زمانه وابهم الله مكانه لعين البيان للقصه. ان دي تحصل في اي زمان وفي اي مكان وباي عدد وباي شخصيه. تبقى شاعت ولا ما شاعتش؟ يبقى الابهام هو عين هو عين البيان. ولذلك لما يجي يقول لك يا اخي ربنا لو عايز مثلا يبين هذه او لها مدخل في القصه كان يقول، انما ما دام ما لهاش مدخل في القصه وعايزين نخليها شائعه
قال رجل مؤمن من آل فرعون، يقول لك كان اسمه ايه ومننا حته وعنوانه ايه وشكله ايه؟ يقول لك ماليش دعوه، المهم ان رجوله الايمان فيه واحد، رجوله الايمان فيه ايا كان في اي مكان في اي بقعه باي ايه باي اسم. كل دي اذا يبقى القصص حين يبهم لازم تعرف ان له فايده. مثلا ربنا في سوره التحريم يقول ضرب الله، ربنا بده يضرب مثلا، وضرب الله مثلا للذين ايه كفروا امراه نوح وامراه لوط. قال ليش هي مين؟ شخصها شيء ليه؟ أم قال لك هو بده يديك بس فكره ان النبي اللي مرسول عشان يهدي ما قدرش يهدي مراته، فتبقى المرأة لها حرية عقدية مطلقة خلاص كده. إنما ما قاليش هي مين، أدي واحدة. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، ما قاليش هي مين، بس فرعون اللي ادعى الألوهية ما قدرش يخلي امراته. يبقى مثلا العقيدة الإنسانية في الإيمان عقيدة شخصية، محدش اللي ادعى الألوهية ما قدرش، وقالت ايه؟ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعن ونجني من القوم الظالمين. هي مين؟ ملك. أما بس عشان تعرف ان مهما كان هناك جبار وله سيطرة الولايات على امرأته، وامرأته عايزة تبقى مؤمنة تقدر تبقى مؤمنة اي وضع في اي وضع. هذه واحدة. لكن لما قال ضرب الله، لما عايز يقول لنا على مريم ومريم ابنة عمران، مش بس قال مريم جاب اسمه، ده جاب اسم ابوها كمان. أرخ ليه؟ ليش معنى جاب الشخصية دي قال مريم وابنة عمران؟ أم قال لك لأن الحدث الذي يحدث لن يتكرر في امرأة بعدها. ما شاء الله. بس تبقى ما دام مش هيتكرر نجيبه نشخصه، إنما اللي أنا عايزه يتكرر أشخصه شيء وأسيبه مبهم كده عشان كل واحد يعمل فتية وكل واحد يعمل مش عارف وكل واحد يقف وكل واحد يعمل مش عارف. ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا شوف بقى، شوف الرحمه بالمحبوب. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. طب ليه ما قالهاش الاول؟ قال له انت قلت الحكايه دي ما شاء الله، ما حبش يعني يصدمه بالمساله دي انه خالف، انما قال له هقضي لك شغلتك كذا وكذا وكذا، بس بقى انت يعني ما تبقاش تقول يبقى اذا الموقف موقف رحمه ولا لا؟ زي عفى الله عنك لما اذنت له، هناك يقدم العفو وهنا يؤخر العمليه بتاعت العظه. فهناك عفى الله عنك، قبل ما يقولوا لما اذنت لهم قال له احنا دي مساله منتهيه احنا عارفين عنها. انما هنا بعد ما قال له الحاجه بتاعته، زي ما يجي واحد يطلب منك حاجه وقد صنع معك شيئا، ما يجي يطلب منك مثلا معونه او يطلب منك حاجه وهو صنع معك شيء مش انت مش موافق عليه، تقوم مش ساعه ما يجي يطلب منك حاجه تقول له يا اخي انت عملت كذا وعملت كذا، ما تسدش نفسه بقى، خليها كده وقول له حاجتك اهي، اتفضل اتفضل، بس يعني ما تبقاش. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. واذكر ربك اذا نسيت. يعني افرض انك انت نسيت المشيئه، ساعه ما تفتكر تقول يا اخي ان شاء الله يبقى يحصل كذا وتعيدها تاني. واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. عسى ان يهديني ربي بانني ما ابقاش انسي، وان نجعلها لازمه من اللوازم بتاعتي في كل عمل. ان شاء الله اعمل كذا، ان شاء الله اعمل كذا، ان شاء الله ايه اعمل كذا. واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. ولا برضه بده يجيب لقطه بقى السنين بقى سنين عدد، عايز يجيب مذكره تفسيريه لها. قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. طب هو ما يقولش 309 ليه كده على طول؟ ولذلك هم قالوا ايه له؟ قالوا والله احنا نعرف ال300 انما ال9 دي ما نعرفهاش. يبقوا موافقوا على حاجه وخالفوا في حاجه. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى يوم خلق الله السماوات والارض مقسم الزمن تقسيم فلكي. تقسيم الفلكي دي فيه يوم
عنوان الشمس، نعرف اليوم بايه؟ بان الشمس ايه؟ طلعت الشمس، خلاص عرفنا اليوم خلاص كده. انما ما نستطيعش نفهم من الشمس الشهر، يقوم يعمل لنا الهلال اول الشهر يطلع قد كده وبعدين يكبر ومش عارف ايه، يبقى انا وقت لنا اليوم بالشمس ووقت لنا الشهر بالايه؟ بالقمر. القمر يعني اللي فيها وضعه الهلال يعني. الله، يبقى كل حاجه لها ايه؟ لها مهمه. فانت الان لما تيجي تحسب 300 سنه اللي هم بيقولوا عليهم حسبوها بالايه؟ بالشمس. لما تيجي تحسب ال 300 سنه بالهجري عشان 11 يوم وكذا، تقوم تلتفت تلاقيها ازدادوا 9، يبقى ال 300 زادوا 9، مش اصلهم 309 من اول الامر، هم اصلهم ايه؟ عندكم 300، انما احنا في التاريخ بتاعنا ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يبقى يزدادوا ايه؟ يبقوا يزدادوا 9. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله اعلم بما لبثوا. يعني لان ده هيختلف عن اللي عندهم، قال لهم انتوا اللي قلت كده، انما ربنا عارف هم لبثوا قد ايه، والتوقيتات عنده بالايه؟ بالاهله. وتجد حكمه التوقيتات بانها تبقى بالاهله في الاسلام. النسك كله يبقى بالاهله، الحج يبقى بالاهله، رمضان يبقى بالايه؟ كله يبقى بالاهله. ليه؟ قال لك لان الاسلام جاء دينا عاما زمانا وعام مكانا، ويطلب منه نسك. عندنا الحج لو كان مربوط بالطقس الذي لا يتغير اللي بالشمسيات، كان إن جه الحج في الشتاء يفضل في الشتاء، إن جه الحج في الصيف يفضل في الصيف. طيب أهل البرودة اللي في بلاد باردة لما يحبوا يحجوا وكان هو في الصيف ما يطيقوش، وبالعكس التانيين لما قال لك يديروا المناسك في كل السنة، يجي الحج مرة في الشتاء ومرة في الربيع ومرة في الخريف، عشان كل واحد ايه؟ يروح يناسب الطقس. اللي بيصوم رمضان لو ان التوقيت بشهر ثابت يعني بطقس ثابت، كان ان كان في الشتاء يفضل ايه؟ في الشتاء، وان كان في الصيف يفضل في الصيف. يبقوا دي متعبة لأهل الصيف في الشتاء وأهل الشتاء في الصيف، يقوم يلون الايه؟ يجي مرة كده ومرة كده ومرة كده ومرة كده. ولذلك قالوا يا زمن وفيك كل الزمن، يا زمن وفيك كل الايه؟ الزمن. ولذلك احنا لما حسبنا الدورة الفلكية وبعد ذلك نيجي نشوف مثلا احنا بنصلي الظهر، مثلا صلينا الظهر النهارده، اهو ساعة انت ما كنت بتصلي الظهر في ناس بيصلوا العصر، وفي ناس في الوقت ده بيصلوا المغرب، وفي ناس دلوقتي بيصلوا الايه؟ العشاء، وفي ناس بيصلوا الايه؟ الفجر. بل بالعكس، ده في واحد بيقول الله اكبر الله اكبر بيأذن للظهر، وواحد بيقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله. اذا فلفظ الاذان وفعل الصلاه شائع في كل اوقات الزمن بكل الوان العباده. ما يمكنش انت بتقول الله اكبر ودوك بيقول ايه؟ حي على الصلاه، وده بيقول حي على الصلاه، وده بيقول لا اله الا الله الاخيره، وده بيقول في الاذان، وده بيقيم، وده عمال في الوقت الواحد. اذا الله اكبر لا تنتهي، ونويت صلاه الصبح لا تنتهي، كل وقت فيه له. ادي السبب في الايه؟ في انه عملها بالدوره الفلكيه. قل الله اعلم بما لبثوا، له غيب اللي بيغيب عنكم، له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع. يعني ما اشد بصره، ما اشد سمعه، بصره المستوعب اللي بلا قانون، سمعه المستوعب بلا ايه؟ بلا قانون. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. بيقولوا اطمئنوا الى ان الكلام اللي بقوله لكم مش هيحصل فيه تغيير. ليه؟ لان ما فيش شريك يغير عليا، اللي قلته هو اللي هيمشي. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. بعد الحكايات اللي قالها لك دهيا، الجماعه اللي راحوا يسالوا وانت جاوبت، اعلم ان لك رب رصيد لك،
ساعة ما يحبوا يعملوا لك مثلا مقلب، أنا وراك. ولذلك بقى قول اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك ولا إيه، وإياك أن تظن أن العقبات التي يقيمها خصومك لك هتأثر في الدعوة بتاعتك، وإنما إن أبطأت فلأن الله يريد أن يمحص جنود الحق الذين يحملون الرسالة إلى أن تقوم الساعة. ما يجيبش ناس إلا إذا كانوا إيه ناضجين، فيجيب لك شوية أحداث وشوية وقفات عشان لا يصمد فيها إلا من لا يصمد فيها إلا من هو مأمون على حمل هذه الإيه، على حمل هذه العقيدة. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. لا مبدل لكلماته، قال لك مش في حد هيبدل كلمات، ما فيش إله تاني. لا مبدل لكلماته، لأن اللي يقدر يبدل ده مين؟ يكون إله تاني، ولا فيش إله تاني يبدل. ولذلك إذا قال لك يعني تبقى انتهت.